اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. فطيرة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة جدا ممكن نعملها تمشي فطار او غدا او عشاء بطريقة بسيطة جدا. معايا اول حاجة كوباية من اللبن، كوباية واحدة بس. انا حطيت، وهنا معايا نص كوباية من الزيت. وهنضيف كمان معايا باكو واحد ظرف خميرة فورية او معلقة كبيرة من ظرف الخميرة الفورية. هحط معلقتين كبار من السكر، حطينا واحدة ادي التانية. وهنحط برضو رشة من الملح ومعلقة من البيكنج باودر. انا حطيت بمعادل معلقة صغيرة مليانة، ورشة كده من الملح. ونقلب كل المكونات دي مع بعضها، نقلب نقلب. المهم ان السكر معايا هنا ان هو يدوب كويس، والخميرة ما تبقاش مكلكعة معايا هنا بيضايه. هناخد البياض بتاعها بس، ونسيب الصفار للوش الاخير. اهي بالشكل ده خدنا البياض، وهنرجع نقلب تاني. اهي لازم نقلب كل المقادير كويس. نقلب نقلب بسرعه. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، هنحط 3 بالكوبايه المعياريه، او لو عندي مج الشاي العادي اللي بيبقى عندنا عادي في البيت ممكن نعمل بيه. حطينا واحده ادي التانية، وهنحط كمان واحده. المقادير دي بالظبط هما 3 كوبايات من الدقيق، بتبقى مظبوطة 100 100. نقلب بقى المقادير بتاعتنا اهي بالشكل ده. نفضل نقلب فيها كده كويس. طبعا انا مش هينفعني بقى المضرب، فانا هعمل بايدي. بس هنا الكاميرا كانتش جايبة كويس. اهي بالشكل ده. المهم ان انا الف العجينة كويس قوي. انا بقى هاخدها كده براحتي واعجن فيها زي ما انتوا عارفين، انا بحب اعجنها على الرخامة كويس قوي. اهي بالشكل ده. طبعا عندي انا هضيف لها كمان مكون. انا عندي هنا هحط مكعب من الزبدة او مكعبين. لو مكعبات صغيرة مكعبين، لو مكعبات كبيرة شوية مكعب واحد بس. اهي بصوا العجينة بتسيب من ايدي خالص، والعجينة مش يابسة ومش طرية. بصوا مليسة كده وتحفة جدا. مليسة قصدي. انا هنا هحط مكعبين اهم من الزبدة صغيرين هما، فانا حطيت 2. ونقلب كل المكونات كده. خلصت معايا، هنحطها بقى في الطبق لحد ما ترتاح وتختمر معايا، على ما نجهز الحشوة بتاعتنا. معايا هنا 3 مكعبات من الجبنة المثلثات، جبنة كيري. كيري او لافاش كيري، او لو كيري سايحة مفيش اي مشكلة. اهي بالشكل ده. ادي كده ال3، ونهرسهم كويس قوي. عندي هنا جبنة كوباية واحدة من الجبنة المبشور، اي نوع جبنة عندي، جبنة رومي، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، اي جبنة، اي نوع جبنة عندي. ونقلبها كده كويس. هنا بعد العجينه بتاعتي ما اختمرت اهي بالشكل ده، هنحطها بقى في الصينيه بتاعتنا. انا مش دهنه الصينيه اي حاجه، لان انا حطيت فيها الزبده والزيت، فمش محتاجه ان انا احط فيها اي حاجه. اهي ونفرد بقى بالشكل ده كده. المهم ان انا افردها في الصينيه كلها، واخلي مش حته عاليه وحته واطيه، بحيث ان يبقى السمك كله واحد. اهي بصوا انا بعمل بايدي الاتنين اهي بالشكل ده. نساوي بقى الاطراف. اهي ما خدتش معايا وقت خالص. نقطع بقى بالقطاعه بتاعتنا الشكل اللي احنا محتاجينه اهيت. ايوه كده. سيدي يا سيدي. هنا انا حبيت بس اقطع المثلثات صغيره شويه، بس مفيش مشكله. عايزين تقطعوها مثلثات كبيره شويه مفيش مشكله، براحتكم طبعا. هنا بقى حطيتها في كيس سندوتشات عادي. حطيت الجبنه بتاعتي اللي انا كنت عاملاها، وهننزل بيها سنه سنه. انا طبعا الكيس مداري هنشيله اهي بالشكل ده كده. نلم الكيس في ايدينا. لو ما عنديش كيس حلواني ممكن اي كيس سندوتشات عادي. ونعمل هنا كمان واحده، نعملها ورده. بص انا عملت هنا الحته في النص ورده الاول اهي. ونحاول نظبط الجبنه بتاعتنا بالشكل ده
كده هنا الشكل النهائي بتاعها قبل ما تدخل الفرن. طبعا هنا معايا صفار البيضة، رشينا عليه فلفل اسود رشه بس كده، ورشه من الملح عشان زفرت البيض اهي بالشكل ده كده. وندهن الوش بتاعنا كويس قوي اهي بنفس الطريقه كده، نلف عليها كلها كويس كده. خلصناها. معايا شويه بقى من حبه البركه، او لو عندي حبه البركه وسمسم ما عنديش اي مشكله. اللي كان عندي حبه البركه فحطيت حبه البركه وخلاص، تديني كلون كده وكشكل. وحبه البركه في المخبوزات بشكل عام بتبقى حلو كطعم. ادي الشكل بتاعنا اهيت. يلا بقى ندخلها على درجة حرارة متوسطة في النص الفرن. ندخلها. بصوا شايفين الجمال والريحة ما اقولكوش تحفة. يلا بينا ندوق بقى ونشوف الجمال ده ايه ده اخبار فيه. تحفة. بصوا بقى القعر من تحت عامل ازاي اهي. بصوا ذهبي جدا، ذهبي خالص. بصوا الجمال والطعم روعة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. اتمنى كل من يشوف الفيديو يدعمني بلايك.